صباح الخير على أحلى اخوات في الدنيا، عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الرسول ونحط اللايك والكومنت الحلو اللي دايما بيساعدني. بشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي دايما مشرفيني قدام أهلي وناسي، بحبكم في الله. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو النهاردة. معلش النهاردة الفيديو ما فيهوش روتين من أولها، هو بقول لكم بصراحة عشان ما حد لا عايز يخلع من الفيديو. قبل ما تخلعي حطي اللايك بتاعي الأول، بعدين ابقي اخلعي براحتك. انتوا عارفين اليومين دول بس ان انا تعبانه شويه، دخلت في موضوع برد ودخلت في موضوع معده وحاجات كده، فبعمل على قد ما بقدر يعني. بعدين انتوا دلوقتي هتشوفوا معايا الشقه زي الفل، هتشوفوا معايا دلوقتي، استنوا ما تروحوش في اي حته. هاخدكم كده نشرب كوبايه النسكافيه في الجو الرومانتيكي اللي بره ده اللي انا عملته. تعالوا نشوف بعد ما نشرب كوبايه النسكافيه هنقعد بره كده في جو حلو قوي. بصي يعني انتهزي الفرصه ان ولادك في المدارس، وانتهزي الفرصه ان مفيش حد معاكي في البيت، فخدي اعملي جو لنفسك كده الصبح. لو بتصحي بدري زي حالاتي، يعني لو مش بتصحي بقى بدري زي حالاتي، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك، هيفوتك كتير جدا، هيفوتك كتير قوي قوي قوي. اسفه جدا طبعا لصوتي، لاني عندي دور برضو، كان عندي سخونيه جامده امبارح. فالحمد لله على كل حال. طبعا هتقولي يا جيجي كل شويه تطلعي تقولي لنا مش عارفه ايه. يا جماعه والله العظيم هي دي الحقيقه، قسما بالله قسما بالله دي الحقيقه. ما بكدب عليكم في حاجه، انتوا بحب يعني. ناس كتير تسالني مال صوتك يا جيجي، مش عارفه، انا ما بكتسر الطريق وبقول لكم على طول، بس مش اكتر. طبعا اللبن هنا فار مني كالعاده. بابقى واقفة جنبه على فكرة، ومش باروح برّه، مش باطلع برّه المطبخ، باعمل حاجة تانية بس باسرح عنه وبيفور. تعالوا بقى مع بعض كده إيه، نشرب كوباية النسكافيه برّه ونشوف الجو الجميل الهادي، والتنضيف اللي أنا كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، من ساعتها والدنيا نضيفة الحمد لله. زي ما قُلت لكم طول ما إحنا إيدينا في الحاجة الدنيا هتفضل معانا زي الفل. خدت كوبايتي كده وطلعت على برّه، طبعًا عاملة معاكم الروتين ده امبارح. بُصّوا منظر الكنبة، في ناس قالت لي: "يا جيجي ممكن بس تقرّبي لنا الكاميرا شوية على الفرشة عشان نشوف شكلها أكتر ونجيب زيّها." أهي يا حبيبة قلبي، على فكرة دي الدفايات اللي بتبقى في السوق موجودة، الكاروهات طالعة موضة جدًا السنة دي، طالع منها الأحمر الألوان كلّها. هنا بقى خدت كوبايتي كده ورُحت، بُصّوا الدنيا زي الفل، فُلّة شمعة منوّرة، من ساعة ما روّقت معاكم امبارح والحمد لله البيت نضيف. كل اللي أنا عملته بس كانت المخدات متنحكشة مش في مكانها، رتّبتها ورجّعتها. طبعًا شغّلنا القرآن الكريم وأنا كمان صلّيت صلّيت وحاطة المصلية أهي كمان هناك، وبعد كده رتّبت كل حاجة في مكانها. تعالوا بقى نشوف الشارع والجو عامل إزاي الصبح بدري. كانت الساعة كام يا جيجي؟ كانت الساعة 08:00. طَب إيه اللي مصحّيكِ بدري؟ ما أنتم عارفين الولاد بيروحوا المدارس وأنا باصحى بدري، فباحب أصوّر بدري أوي الصبح عشان خاطر آخُد الطاقة الجميلة والجو الجميل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا التكييف ما لكوش علاقة بيه خالص، يعني حاجة زي الزفت، حاجة زي فيديو ما لهوش أي 30 لازمة. زي ما أنتم شايفين كده أسلاك دي ما أعرفش جات لي فجأة كده، وقفت قدّامي قدّام الشباك. أنا عايزة أقف قدّام الشباك عيني تشوف كل حاجة حلوة. يعني حبيت بقى أوريكم المنظر. بصوا يعني بذمتكم، بذمتكم الجو ده إيه رأيكم فيه؟ يعني أحلى حاجة ممكن تعمليها الصبح كده، تشربي حاجة بتحبيها، مش شرط يكون نسكافيه خالص، ممكن تشربي قهوة، ممكن تشربي شاي بلبن، اشربي أي حاجة بتحبيها، واعملي لنفسِك جو كده هادي وبسيط، روّقي بيه أعصابِك وهدّي بيه نفسِك كده. وبعد كده شوفي بيتِك محتاج إيه وقومي اعمليه على طول. أسكت أنا وأفضل قاعدة كده يعني مش هاعمل حاجة؟ يا ريت absolutely يا جماعة absolutely، يا ريت أفضل قاعدة كده على طول. بس عارفين أنا من الناس لو قعدت يحصل حاجة غريبة، أحس إن أنا مش والله بجد، حتى لو تعبانة أحس إن أنا ما ليش أي لازمة، ما ليش أي 30 لازمة في الدنيا. إيه ده اليوم اللي بيعدّي فاضي ده، يعني فاهمين إن هو إيه، مش يعني الناس اللي مش بتحب الراحة هو أنا. يعني الناس ما بتحبش ترتاح، هو الشخصية دي. المهم زي ما وريتكم هنا، دول على فكرة مشّايتين أنا حاطاهم في الحتة دي عشان أنا باحب أقف في الشباك هنا، فحاطاهم تحت رجلينا كده عشان الأرض تبقى ساقعة. وزي ما أنتم شايفين الشقة فُلّة شمعة منوّرة، مش محتاجة أعمل معاكم روتين وأضحك عليكم وأطلع بفيديو إن أنا هاعمل روتين وكده، لأ إحنا هنعمل أكلة حلوة كده خفيفة النهارده. في شوية حاجات عايزة تتعمل في المطبخ هنعملها مع بعض. آدي وريتكم الفرشة، وريتكم الدفايات زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. دخلت على المطبخ أول حاجة عملتها البوتاجاز طبعًا لإن اللبن فار مني. هامسك بقى البوتاجاز هاصبّنه تصبينة حلوة كده وجميلة. وبعد كده هنعمل مع بعض أكلة ولادي بُصّوا، يعني هُم بيحبّوا بطريقة وأنا باحبها بطريقة. بس أنا النهارده قررت يعني بُصّوا دماغي ألف سيف إن أنا هاعمل كده يعني هاعمل كده. عايزة أقول لكم على حاجة، الطيب في الزمان ده ما لهوش مكان، بجد والله الطيب في الزمن ده ما لهوش مكان في وسط الناس اللي إحنا عايشين معاها. الطيب بياخد على دماغه كتير أوي، والسكوت بيخلّي الناس تتمادى، وتتمادى، وتتمادى، اللي هو إيه دول ساكتين بقى خوفًا والّا ساكتين. لا، لا، لأ، يا حبيبة قلبي عمر ما يكون صُبعي تحت ضرس أي حد، استحالة.
absolutely يا جماعة absolutely، بس الناس فاهمة غلط، فاهمة على فكرة فاهمينها غلط إزاي، دي تربية بس مش أكتر، دي تربية إن إحنا على ملأ، ما ينفعش إن إحنا نطلع نرد على حد على الملأ كده يا جماعة ما ينفعش، تعالي واجهيني شخصًا لشخص وأنا أوريكِ أقدر آخد حقي منِّك تالت ومتلت إزاي، لكن على العام استحالة، استحالة تحصل مني يعني، دي استحالة تحصل مني، لإن هاقول لكم إيه بقى السبب، إيه اللي يخلّينا استحالة إن إحنا نطلع نرد على أي حد، هاقول لكم بقى. إيه يا ست جيجي السبب؟ السبب إن إحنا في أولاد بيتفرّجوا علينا، في ولادنا بيشوفونا، في صحاب بناتي بيشوفوني، في صحاب جوزي بيشوفوني، في أهلي بيشوفوني، في أمة لا إله إلا الله بتشوفني. طبعًا أنتم عارفين اليوتيوب ده مجال واسع جدًا، بيشوفنا عالم كبير أوي من كل الدول بيشوفونا وبيحبونا وبيحترمونا، يبقى إحنا يعني خسارة فيكم إن إحنا نطلع نكون مهذّبين ومؤدّبين وما نطلع بكلمة كده والّا بنطلع بكلمة كده، يعني يرضيكم أنتم؟ يرضيكم؟ لأ طبعًا، احترامًا للناس الجميلة اللي بتتفرّج علينا من كل أنحاء العالم، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي يا جماعة عايزة أقول لكم على حاجة، سواء أنا معايا بنات والّا معايا صبيان، على فكرة القناة دي سُمعة، قنواتنا دي سُمعة لينا، يعني إحنا بكرة بناتنا تكبر وييجي لهم عرسان وييجي لهم حاجات وهيعرفوا إن إحنا فاتحين قنوات وبنشتغل وحاجات من دي، لمّا يخش يتفرّج عليَّ وأنا طالعة أرُد بطريقة مش شيك أو طالعة لا مؤاخذة يعني في الكلمة يعني، طالعة أشرشح بمعنى أصح يعني، أو طالعة أتكلم على أعراض حد أو طالعة باقول أي حاجة من دي. هل ده يجوز؟ هل ده يجوز؟ أنا بس راضية ذمتكم، البني آدم لو هيبُص اللي هو بُصّي قدّامِك ما تبُصّيش تحت رجليكِ أبدًا، بُصّي قدّامِك ما تبُصّيش تحت رجليكِ، بُصّي قدّامِك إن أنتِ في يوم من الأيام يعني بناتِك دول هيرتبطوا وقناتِك دي هتبقى حاجة مُشرِّفة، واجهة مُشرِّفة ليكِ أنتِ، بُصّي للناس اللي بتتفرّج عليكِ، اللي بتحترمِك وبتحترميهم. فبس كده، ده اللي أنا عايزة أقوله، ده مش خوفًا من حد، ما حدش بيخاف من حد، ولا حد ما بيعرفش يرد على حد، كلنا حلوين ما شاء الله، وقت الجد بتلاقينا، وقت الشدة بتلاقينا، آمم، حاجات كتير أوي مش عارفة يعني أبقى أعبّر لكم وأقول لكم إيه بالضبط يعني، كل اللي أنا عايزة أقوله إن قنواتنا قنوات ليها هدف أو ليها تشجيع أو لو مش هتستفادي من الفيديو كفاية إن أنا شجّعتِك، ولو ما شجّعتيش كفاية حُب الناس، حُب الناس ده نعمة من ربنا بجد بأمانة يعني، دي حاجة كده جميلة أوي ربنا بيبعتها لنا، ليه إحنا بقى ليه يعني عارفين أمّا تكون قناتِك كده قناة كده ماشية في حاجة معيّنة وتيجي ترطّبيها كده بشيء والّا مش عايزة أقولها بطريقة وِحشة بصراحة يعني للأسف الشديد، زي ما قُلت لكم أنا ولادي بيتفرّجوا عليّا، وولاد أخويا بيتفرّجوا عليّا، وجيراني بيتفرّجوا عليّا، ويعني لو ماشية في أي حتّة لو في شارعي الناس عارفاني، فلو أطلع بقى يعني أنا راضية ذمتكم يعني الناس اللي بتطلع تقول اطلعوا وردوا لأ، أنا عندي تقولي عليّا وربنا يشيل حسبانِك يشيل كل حاجة أنتِ قُلتيها، ولا إنّي أطلع ولا إني أطلع أرُد بطريقة لإن لو البني آدم هيطلع هيرُد بطريقة مش هتعجب الآخرين، يعني مش هتعجبهم. هتقولي لي يا جيجي ممكن تردّي بطريقة مش عارفة إيه، لأ للأسف الشديد ما ينفعش، لإنِّك هتردّي يعني اللي بيقعد يتكلّم يقول لِك أصل أنا عندي أسرار وعندي حاجات، طب ما إحنا كمان عندنا أسرار، بس إحنا مش كده، إحنا ربنا خلقنا إحنا يعني أنا ربنا خلقني عندي دم شوية وباحس يعني، للأسف الشديد يعني أي كلمة ممكن تأثّر فيّا. آمم مش بتعدّي كده وخلاص يالّا هي فاتحة قناة وخلاص بقى وأفضل أطلع أردح وأشرشح وأنتم بقى تقعدوا تتفرّجوا وتسقّفوا لي إيه وجيجي برافو عليكِ ادّيهم ادّيها فوق ادّوهم فوق نافوخهم ادّوهم لا يا جماعة إحنا مش كده خالص، لأ مش كده خالص وأنتم عارفيننا إحنا بقى لنا 4 سنين معاكم في المجال ده، إحنا مش كده خالص، وطول ما إحنا شغالين في المجال ده الضربة هتيجي كتير أوي، ضربات هتيجي كتير جدًا، 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 كل ما بتكبري كل أمّا هتلاقي الضربات نازلة على دماغِك، وخلّيكِ قدّها واستعدي لأي ضربة تكون جاية لِك، خلّيكِ أقوى بُصّي اعلمي كده إن الضربة بتيجي لِك من أقرب حد ليكِ، ممكن تيجي لِك بُصّي بقت دلوقتي بتيجي من كل حد، يعني استعدي لأي ضربة هتيجي لِك خلّيكِ مستعدة، افتحي كده صدرِك وما تخافيش، خلّيكِ قوية وما تخافيش من أي حاجة، قولي يا رب، قولي يا رب، طول ما أنتِ معاكِ ربنا بُصّي معاكِ كنز لا يعني أحلى من أي حاجة في الدنيا، اوعي ترمي حملِك على بني آدم وتقولي أنا هاروح بقى للبني آدم ده هو اللي هيعمل لي، لا، لا، لأ خالص، صلّي وقولي يا رب يا رب اقف جنبي، وعلى فكرة كل الناس بتغلط، وكل الناس بتسامح، وكل الناس بتعدّي، وكل الناس كلنا يا جماعة بشر، إحنا بشر، فالبشر ده
بيغلط بيتعلم من غلطاته وحاجات كتير قوي. زي ما قلت لك الضربة بقت بتيجي من أي حد، بقت بتيجي من أي حد، من أقرب حد، من أبعد حد، من جنبك، من وراكي، من قفاكي، من أي حتة هتيجي. خليكي مستعدة دايما لأي ضربة، خليكي مستعدة وما تقوليش ايه دي الضربة جات لي، يا ده جات لي من أقرب الناس، ده جات لي من جوزي، دي جات لي من دي بنتي، دي جات. لا، ما تبصي، ما هتجيلك من أي حتة، من أي حتة. خليكي مستعدة ليها، خليكي مستعدة لأي ضربة. خلاص، أنا خليكي كده، أنا بقول لك أهو كلام. ما تقوليش أصل الضربة جات لي من فلان وأنا كنت. لا لا لا، عادي بقى، حاجة عادية. بقت حاجة عادية كلنا بنمر بيها، وما تتفاجئيش وتتصدميش، هتيجي يعني هتيجي. فزي ما باقول لِك كده، خلّيكِ في شغلِك، خلّيكِ في كيانِك، خلّيكِ في مستقبلِك، خلّيكِ في حُب الناس اللي بتحبِّك وبتحترمِك وبس. صدّقيني أي قرش بييجي من أي قناة بتطلع تتكلّم، والّا بتطلع تقول أي كلمة كده، والّا بتطلع كده، صدّقيني القرش ده بيخُش عليها وِحِش جدًا. لإن في ناس بتخش تسِب في أعراض، وفي ناس بتخش تتكلم على ناس، وفي ناس بتخش تقول كلام بالكدب وبالصدق، وفي ناس بتخش مش عارفة إيه. تخيّلي القرش ده ممكن يخش إزاي، يعني القرش ده هيخش إزاي. لكن لمّا تكوني طالعة بتشقي وبتشتغلي وبتتعبي عشان تع ت ت تفيدي ناس أو تشجّعي ناس، يبقى القرش ده داخل أكيد مش يعني قرش داخل بالتعب وبالمجهود وبالكلمة الطيبة اللي الناس بتسمعها. إحنا في أطفال يا جماعة بتتفرّج علينا، يعني إحنا في ناس بتتفرّج علينا أطفال، إيه لازمتهم هُم يقعدوا يسمعوا الكلام ده؟ بس ده اللي كنت عايزة أقوله في الفيديو كله. النهارده الفيديو كده إيه، خفيف لطيف ظريف، كانوا كلمتين كده محشورين في زوري وعايزة أقولهم لكم. أنا بقى لمّا تقولي لي بقى يا جيجي، واحدة تقول لي أنتِ كل شوية تقولي لنا يا جماعة أنا كان عندي دور برد، يعني أنا كنت تعبانة الأول والحمد لله خفيت، ما فيش يوم بالضبط، يا دوبك أنا قُلت الحمد لله يا رب، أنا الحمد لله. بس طبعًا افتكروا رحمة. لقيت درجة حرارتي وصلت مثلًا تقولوا ل40، تقولي أنتِ كدابة. أنا رؤية بتقول لي: "يا ماما" امبارح كانت عايزة تاكل بيض مقلي، فبتقول لي، باقول لها: "درجة حرارتي عالية أوي يا قالت لي: "يعني ينفع نعمل بيضتين؟" قُلت لها: "تعملي بيضتين فين؟ هُم عاملهم لِك يعني؟" قالت لي: "لأ، يعني ينفع نحط الطاسة على دماغِك ونعمل بيضتين؟" مُتّ على نفسي من الضحك، عشان باقول لها درجة الحرارة عندي عالية. ف هي بتيجي كده، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. مش معنى كده إن دي الست دي عِيِت، لأ، دي بقى الست دي ظالمة. إيه يا جماعة في إيه؟ ده بالعكس، ده ربنا بيفتكرنا عشان نقول يا رب اشفيني، يا رب ارحمني، يا رب اعفى عني. فاهدوا كده واستهدوا بالله كده استعدوا بُصّي، طول ما أنتِ عايشة في الدنيا استعدي لأي ضربة تيجي لِك، من أي بقى، من ما تقوليش بقى دي لا ده أنا مش عارفة ده بيصلّي على السجادة، لأ دي بتصلّي على السجادة، ده ما تعملش الغلط. ده بُصّي، هاقول لِك إيه، بس هاقول لِك إيه. المهم بقى هنا أنا عملت إيه بقى. أنا الولاد طبعًا يعني بيحبّوا النجريسكو على طول. قُلت لهم: "بُصّوا بقى، يا أنتم في البيت النهارده، أنا عايزة آكل مكرونة بشاميل، بشاميل، بشاميل يا جدعان. إزاي يا ماما يعني؟ طب ما تسيّحها لناش." قُلت لهم: "والله لو أنا هاقوم أسيّحكم أنتم. أنا مش كل مرّة أنا المرّة دي هاعملها بشاميل عادي." قالوا لي: "خلاص." اللي مش عايز ياكل مش مهم بقى، خلاص. أنا بقى هابقى أم بقى جحدة من هنا ورايح. وبُصّوا، مش هاقدر طبعًا، قلبي مش هيسامحني، مش هيطاوعني. المهم بإيه، قطّعت بقى الفراخ بتاعتي كده. خلّينا بقى في المهم بقى يا جماعة، وزي ما قُلت لكم كده وخلاص، عشان نخلص بقى من التفاهات اللي إحنا فيها دي. خلّينا بقى في الجَد، خلّينا في الجَد بقى. هنا باشيل الحاجات اللي هي بتبقى فيها سمين شوية، شايفينها الصغنّنة دي، عشان ما تجيش تحت إيه، يعني هُم بياكلوا كده تضايقهم يعني في الأكل وكده. والله العظيم بُصّوا، كانت أحلى صينية مكرونة. أنا قسّمتهم على صينيتين لسبب، علشان خاطر ياكلوا أول واحدة، والتانية التانية كنت سايباها لوالدي يعني. وبعدين افتكرت إن بابا ما بياكلش المكرونات، يعني ما بيحبش مكرونة بشاميل، ما بيحبش مكرونة نجريسكو، ما بيحبش الحاجات دي. فقُلت خلاص سِبتها. ولادي أكلوا واحدة، والتانية اديتها لآدم وليلى. زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا، عملت بقى المكرونة. طبعًا كلّكم بتعملوا مكرونة بشاميل وسهلة جدًا وساقعة وبتاع. أنا الهدف النهارده من الفيديو إن أنا قُلت لكم النهارده إن أنا بس إيه، شغلي خفيف وبسيط كده، لإني زي ما وريتكم البيت نضيف وزي الفل. فقُلت أعمل معاكم الأكلة كده سهلة وسريعة، ونتكلم مع بعض شوية. وقولوا بقى لسمر وشيري إن أنا عايزة أشوفهم، عشان كده خلاص أنا تعبت نفسيًا يعني، وكل واحدة فينا مش فاضية. أنا يا تعبانة، يا هُم مش فاضيين، يا كده يعني. فخلاص أنا يعني يا هانهي العلاقة النهارده معاهم، لو ما نزلتش معاهم أو شُفتهم، يا ننهي العلاقة معاهم النهارده برضه. يعني كده الحالتين هننهي العلاقة النهارده الساعة 20:00.
اشمعنى الساعة 08:00 يا يا رب ما يشوفوا الفيديو النهارده، أنا عارفة هيتصلوا بيّا بُصّوا بقى لو عملوا حاجة معايا قسمًا بالله أنا حلفت، اللي هتقول لي كلمة كاني ولا ماني هاطلع أقول لكم بأمانة وبصدق، هم حُرّين، واللي هاسجّل لكم المكالمة اللي هيعملوه فيّا، أنا باقول لكم أهو لو النهارده ما خرّجونيش أو بُكرة ما خرّجونيش بالكتير، لإني أنا طول ما أنا قاعدة في البيت كده هافضل عيّانة، اللي في إيدي ده مش عارفة لبن. هافضل عيّانة، فباقول لهم النهارده هاقطع العلاقة الساعة 08:00 لو ما حدش فيهم منزّلني قبل الساعة 08:00 قولوا لهم بقى ابعتوا خشوا على عندهم وقولوا لهم روحوا كلموا جيجي في الفيديو عندها عشان جيجي حالفة لكم، بس كده، أديني قُلت أهو، أديني قُلت عدّاني العيب والّا ما عدّانيش؟ عدّاكِ يا ستي جيجي. بُصّوا بقى يا سلام، يا سلام على اللحظة دي يا جدعان يعني أنا أقول لكم على إيه، مش عايزة أحلف، أنا مش عايزة أحلف، بس عارفين أنا ما أكلتش منها غير معلقة واحدة بس، أنا عندي التهاب في المعدة وفي الأمعاء الاتنين مع بعض، فالدكتور مانع عني أي حاجة، بُق المَيّة مش عارفة أشرب. فباخد يعني قُلت يا ربي طَب نِفْسي فيها أنا باحبها، آكل حتّة كده من نِفْسي، أكلت قطعة كده مش قطعة يا ريتها قطعة ما كمّلتهاش، هي يا دوبك بالشوكة كده أخدت شوكاية وبعدين الشوكاية التانية وبعدين وقّفت، قُلت stop كفاياكِ يا ستّي جيجي بطّلي تفاصيل. المهم إيه، نزّلت الفراخ بتاعتي، أهم حاجة الطاسة بتاعتِك تكون سخنة جدًا عشان تنزّلي الفراخ بتاعتِك، بُصّي فص التوم ده كده في النُص كده داريه كده من ولادِك عشان لو حسّوا إن في البشاميل فيه توم هيعملوا لِك أزعرينة، فأنتِ هو إحنا إيه خايفين من العيال دي والّا إيه؟ إحنا بنخاف منهم يا جدعان والّا إيه بالضبط؟ حد يقول لي العيال دي بتخوّف والّا أنا بس اللي أمي ضعيفة والّا إيه؟ المهم يا بنات زي ما أنتم شايفين كده قلّبنا بقى البصلة مع حتّة التومة كده وسِبناها بقى تاخد وتدّي كده مع بعضها، وبُصّوا يعني أكلة من الآخر، اعمليها باللحمة المفرومة، أنا باحبها باللحمة المفرومة بصراحة، بس أعمل إيه ما باليد حيلة يا ولاد، ما باليد حيلة، أدي خلفة الولاد، أدي اللي عايزة تخلِّف، يالّا ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. زي ما أنتم شايفين كده فلفل أسود، طبعًا أنا عايزة بس أتأسف للناس الكتير اللي مش باكلمها على الواتس، والناس اللي أنا مقصّرة معاها، بجد والله العظيم أنا وقتي خالص ضايع منّي، وبسبب التعب اللي كل شوية أنا بابقى فيه، الوقت ضايع معايا مش عارفة أتكلم مع حد، ومقصّرة مع ناس كتير جدًا، بس الناس اللي بتحبني دايمًا هي اللي بتسأل عليَّ وبتدوّر عليَّ، باشكركم بجد من قلبي، وآسفة جدًا لو مقصّرة مع حد. سامحوني بالله عليكم يعني سامحوني، لإن بجد باحبكم كلّكم، كل حد دخل عندي على الواتس وكتب اسمه واتسجل عندي، يبقى أنا باحبكم أوي من قلبي، بس غصب عني والله يعني عارفة إن في ناس بتعدّي وبتقول مش مشكلة يا جيجي، وعارفين مشغولياتِك وعارفين حاجات كتير، على راسي من فوق والله العظيم أنتم ناس على راسي من فوق، آسفة جدًا لو كنت مقصّرة مع حد، آآ يعني بوِدّي إن أنا أسأل عليكم كلّكم، بس الوقت معلش. زي ما أنتم شايفين كده حبايب قلبي أهو، المكرونة قلّبت كلّه، بُصّوا بقى التكّاية اللي أنا حطيتها الفلفل الأسود دي صدقوني هتودّي المكرونة البشاميل معاكم في سكة تانية، في سكة تانية. أول حاجة عملتها إن أنا نزلت كده بشوية بشاميل في الأرضية، المفروض ما كنتش عملت كده على فكرة مش لإن بتتلسع من تحت على فكرة عشان تبقوا عارفين يعني، بس أنا باقول لكم بصراحة، أنا باحب أعمل المكرونة على طول كده direct على طول ما بتلزقش مني، لكن باحط بشاميل في الأرضية باحس إن هي بتنشف شوية من تحت، بس أنا باحب النشفان بتاع المكرونة بس للأسف يعني، للأسف الشديد. المهم بقى إيه نزلت كده جبت الطاجن ده والطاجن ده كده قُلت إيه أعملهم على طاجين لإن أنا ولادي هيفضلوا يفحّروا فيها وهيسيبوا نُصّها كده، كده، فأنا هاعملهم على 2 واشوف الأول هتكفّيهم الصينية الأولانية كفّتهم كان بها، ما كفّتهمش يبقى إيه كان بها برضه، مين كان بها دي يا جيجي مش عارفة بس هو كان بها يعني، المهم كده ضبّطت الدنيا وأخدت بقى الفراخ بتاعتي بُصّوا شايفين لونها وجمالها، يا سلام! عارفين تتاكل زي الشاورما كده بس تحط لها بقى شوية بصل كمان وشوية فلفل ألوان، ويا سيدي، يا سيدي على رأي سمر، يا سيدي. يا جماعة إحنا من كل ما من كتر ما بنتفرّج على بعض بقينا عارفين ناطحين على بعض كده عارفين، اللي هو إيه، كده يعني. فأدينا حطينا الحاجة بتاعتنا أهو، بُصّوا ما كتّرتش من المكرونة هاقول لكم ليه، لإن هُم بيحبّوا المكرونة عندي رفيّعة، بناتي بيحبوها إيه يا ماما اعمليها لنا رفيّعة ما تتخنّهاش كده، يا ماما إحنا مش بنحب الرق التخين فيها، عيال يعني عايزة أمسكهم أنفخهم كده في ميدان عام. المهم كده بُصّي ضبّطت الدنيا خدت من هنا على هنا ونزلت بالبشاميل بتاعي، وزي ما أنتم شايفين الدنيا زي الفل، تعالوا بقى نسكت إحنا، لا ما نسكتش نجيب بقى كده الموتزاريلا بتاعتنا، ونبدأ بقى إن إحنا نفرّطها من فوق الوش كده عشان تدّينا الطعم والجمال، هي صينية المكرونة لازم يعني تعمليها
حُب كده وتكلّفيها عشان تطلع معاكِ صينية مكرونة بشاميل فعلًا يعني. طبعًا البشاميل مش بيبقى سايح أوي زي النجريسكو بتبقى سايحة ولايحة وحاجات كده، لكن دي بتبقى ماسكة نَفْسها شوية. للبنوتات بقى اللي لسه بيتعلموا المكرونة بشاميل، أديني عملتها قدّامكم أهي، طريقة سهلة وبسيطة وما خدتش في إيدينا وقت خالص. تعالوا بقى، أنا كنت مشغّلة الفرن طبعًا ومن غير شواية، باشغّل الفرن الأول وهي هي بتتحمّر من فوق لتحت من غير شواية ولا حاجة. هناخدهم بقى نحطهم في الفرن واحدة تحت وواحدة فوق، وما فيش يعني ما بتاخدش ربع ساعة في الفرن، لإن كل حاجة مستوية فيها، إحنا بس بنحمّر بقى الدنيا كده. تعالوا بقى ندخّلها الفرن كده ونشوفها لمّا تطلع شكلها عامل إزاي. آدي الفرن بتاعنا، نحط واحدة تحت وواحدة فوق. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا كلامي عايزة أقول لكم إيه. طبعًا أنا باقول لكم الكلام دوّة لنفسي وليكم. باشكركم جدًا وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي دايمًا بيسعدني، وأدي المكرونة بتاعتنا طالعة بُصّوا بتزغرط، زغروطة بقى في آخر الفيديو كده، واحدة تبعت لي كده إيه لولولي يعني. أدي كده الأكلة بتاعتنا النهارده خفيفة ولطيفة بُصّوا. يا سلام يا بنتي يا جيجي، تعالوا بقى اتفضلوا معانا. هنحط بقى شوية لفت كده مخلل وحاجات ومحتاجات كده. وبألف هنا وشفا عليكم وعلينا، أشوفكم فيديو جديد، باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.